السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنقول لكم توصية من توصيات رامبل التابعة لمنصة ساندر. التوصية بتاريخ 25 فبراير 2024. طبعا التوصية تخص مستشفى كيلوباترا. حدود الشراء من 5 جنيه و60 قرش إلى 6 جنيه و10 قروش. السعر المستهدف 8 جنيه و20 قرش. العائد المستهدف 45%. وقف الخساير 4 جنيه 95 قرش، بنسبة 13.5%. طبعا سهم مستشفى كيلوباترا، يعني على حدود معرفتي بيه ان هو سهم الى حد ما بطيء شوية، بس جايز في المتغيرات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان القطاع الطبي والقطاع القطاع الطبي والقطاع العقاري كذا مرة اقولها يا جماعة. انا بقالي اسبوع ونص واللي مش مصدق يرجع للفيديوهات القديمة. بقول القطاعين دول من اهم القطاعات اللي هي متصدرة الترند الصاعد واللي هي ماسكة الماركت. اي قطاع من القطاعات التانية، سواء القطاع البتروكيميكالز او القطاعات التانية، القطاع السياحي او القطاع النقل، فهي من القطاعات للأسف اللي مفيهاش سيولة. فبالتالي هي دلوقتي في هبوط. مش معناها ان هي وحشة، بس هي دلوقتي السيولة والمضارب مش موجود فيها، فبالتالي فيها هبوط. طبعا يعني الشيء بالشيء يذكر. سهم ابن سينا فارما. انا بس عايزكم النهاردة تخشوا تبصوا على جلسة يوم 25 فبراير 2024، اللي هي جلسة يوم الحد بتاعة نزلة الدولار. شوفوا السهم كان ازاي متماسك، والسهم منزلش تحت ال75، تحت ال3 جنيه 75 قرش. يعني فضل متماسك، بل بالعكس كمان هو وصل لغاية ال3 جنيه 97 قرش. في توصية عليه من كذا شركة تداول. طبعا هي ساندر أول حاجة هي بقالها أسبوع ونص كانت موصية عليه، وفي شركات تداول تانية موصية عليه. طبعا أنا بتواصل معاهم وهم قالولي إن في توصيات عليه من أسبوع. فيعني احنا بنكلمكم كده وبنفيد الجميع، ويا رب يكون الإفادة الكل استفاد. وبالتوفيق إن شاء الله في جلسة غدا. وانتظروا فيديوهات تانية علشان هننزل لكم سهمين تانيين خاصة بتوصية رامبل. وبالتوفيق.